السلام عليكم، مرحبا بكم عند ديليس ام سلمان. وكيف العاده مرحبا بي عندكم. اليوم بغيت نوريكم واحد السلو ساهل بسيط بمقادير قليله. هذا غنوريكم لا باز اللي كنستعمل انا، وانتم تقدروا تفنوا فيه كيف بغيتوا. هنا عندنا 500 غرام ديال الدقيق محمر، انا كنحمرو غير في الكوكوط ولا الطنجره. هنا عندنا ربعه ديال اللوز مسلوق مقلي ومطحون، كيف كتشوفوا منيلش بزاف، يعني كتخليه باش ملي تاكل تجيك دوك لي مغصو ديال اللوز. عندنا ربعه ديال الزنجلان مسخن في المقله ومطحون مزيان، ومعاه واحد المعلقه ديال النافع حتى هي مسخنه شويه في المقله ومطحونه معاه. هنا غنحتاجوا معلقه القرفه. هنا عندنا الزيت اللي قلينا فيه اللوز، هو نفسه اللي غادي نستعملو باش نخلطو. وهنا عندي الزبده. بالنسبه للعبار ما نقدرش نقول لكم تقريبا شحال، لان كل واحد وكيفاش كيبغي يسلو. كاين اللي كيبغيه شويه ناشف، كاين اللي كيبغيه معلك، دونك كتبقى على حسب نتوما والذوق ديالكم. هنا عندنا الراس ديال المعلقه ديال المسكه الحره، والا ما كايناش ماشي مشكل تقدروا تستغناو عليها. وهنا عندنا السكر كلاصي حتى هو يعني نتوما والذوق ديالكم، كله غيستعمل الحلاوه اللي يقدر عليها. دونك هنا عندنا القصريه باش نخلطو. دونك غادي ندوزو للتخلاط، غنديرو الدقيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا زدنا اللوز والزنجلان. هو لو تروك اللي كاين في السلو هو الدليك، يعني من بعد فريمون خصكم تخدموا يديكم ودلكم مزيان مزيان مزيان. غنديروا المسكه كيف قلتي، لا متوفره المسكه الحره، ما متوفراش مش هي كتعطي لنا مزيانه، مي ما كايناش سي با غاف، ماشي لا فين دي موند، يعني تقدروا تستغناو عليها. هنا عندنا معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نخلطوا هذا الشيء ان النواشف بوحدهم نخلطوهم مزيان. ومن بعد غادي ندوزو نضيفوا السكر كلاصي. وبالنسبه للزبده كيكون الزيت باقي سخون شويه غنديروها فيه باش تذوب معاه، عاد نخلطوه. هنا السكر كلاصي ندوزو في الباسواغ في نغربلوه باش ما يبقاوش هذوك لي كريمو ديالو. كيف قلت السكر كلاصي على حسب الذوق، يعني كل واحد والحلاوه ديال فمو، كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي تيبغي الحلاوه، كاين اللي ما تيقدرش عليها، دونك نتوما والذوق ديالكم والقياس ديالكم ما تعرفوه نتوما. دابا خلطنا النواشف ديالنا، دابا غنزيدو الزبده والزيت اللي خلطناهم بجوج وصفيناهم باش داكشي ديال الزبده ما يجيناش في السلو ديالنا. هذا غير سلمان كيف العاده كيقول لكم مبروك عواشركم. وكيف قلت بالنسبه لاكونتيتي ديال الزبده والزيت نتوما والنظر ديالكم، يعني باش تعرف كل واحد غادي يعرف، هو اللي غادي يعرف القياس اللي غيخصو ديال الزبده والزيت وكيفاش كيبغي يسلو. كاين اللي كيبغيه معلق، كاين اللي كيبغيه شويه ناشف، دونك نتوما تمشيو بالقياس اللي بغيتو. مي كيف قلت كيف كتشوفوا ماما هي الله يخليها عليها، هي سايره كتدلك مسكينه. دونك لو تروك ديالو فريمون باش يجي مزيان، باش يجي داكشي متناسق، خصكم تدلكوه مزيان. دونك انا غنخلي ماما تدلكو وغنرجع نوريكم الشكل ديالو. السلو ديالنا ها هو وجد. كيف قلت لكم حاولوا تدلكوه مزيان، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وكيف قلت لكم انا عطيتكم اليوم لا باز، وانتم تقدروا تزيدوا او تنقصوا اللي بغيتوا. والسلام عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله.